السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده كان يوم سعيد جدا على جماهير الكرة السودانية، سواء الجماهير اللي بتشجع الهلال السوداني أو المريخ السوداني، لكنه ما كانش سعيد قوي على جماهير الكرة المصرية، خاصة جماهير النادي الأهلي، لكن أعتقد إنه كان سعيد على جماهير نادي الزمالك بسبب النتيجة الإيجابية اللي عملها المريخ السوداني. في حلقة النهارده أنا هتكلم معاك على حظوظ الأهلي والزمالك قبل يمكن أقل من 24 ساعة من مواجهاتهم الإفريقية، المواجهات اللي في منتهى القوة. ليه في منتهى القوة؟ لأن مواجهة الزمالك مع أحد الفرق المرشحة بقوة لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا وهو الترجي التونسي، وأيضا الأهلي لديه مواجهة في غاية الصعوبة أمام أحد الفرق المرشحة أيضا وبقوة للوصول إلى لقب هذه البطولة وهو نادي صن داونز. خلينا نبدأ في البداية بمباراة الزمالك اللي هتكون أمام الترجي التونسي، اللي الزمالك عنده فيها فرصتين. كان في فرصة واحدة بس فيهم كانت فرصة قوية، وبعد نتيجة المريخ السوداني النهاردة في هذه المجموعة وفوزه على شباب بلوزداد، أصبحت هناك فرصتين محققتين للزمالك لأنه يقدر أنه يجمع نقاط ويصعد لدور الثمانية. ايه هو الوضع اللي هيكون موجود بالنسبه لنادي الزمالك؟ الزمالك قبل نتيجه مباراه المريخ كان مطالب بانه يفوز فقط على الترجي التونسي لحصد 3 نقاط، وهو في جعبته نقطه وحيده عشان يصل الى 4 نقاط، ثم يقدر انه يفوز على الترجي التونسي في لقاء العوده اللي هيكون موجود في القاهره، وبكده يقدر يضمن بنسبه تتخطى ال 70-80% انه هيوصل للدور اللي بعد كده في دوري ابطال افريقيا. لكن بعد نتيجه مباراه المريخ السوداني اللي بدا يحقق مفاجاه وفاز فيها على شباب بلوزداد بنتيجه 1-0، قدر المريخ انه يحافظ على حظوظه في التاهل عن هذه المجموعه. عشان كده قلت لك في بدايه الحلقه، قلت لك ان المريخ السوداني كان عامل نتيجه وكان يوم سعيد على جماهير الكره السودانيه. الزمالك عنده فرصة انه في حالة انه جمع 4 نقاط من مباراتي الترجي هيقدر ان هو يبلغ الدور الثاني ويبقى قرب زي ما قلت لك من شوية بنسبة 70% من انه يحقق هدفه المنشود ويصعد للدور اللي بعد كده. لكن الزمالك اذا حصل وانه هو خسر من الترجي التونسي في لقاء الغد، هتبقى اعتقد فيها صعوبة كبيرة، وان كان هيبقى عنده امل. يبقى شوف بقى موضوع ان المريخ يكسب مباراه مهمه زي دي مع شباب بلوزداد، اعتقد ان ده هيفرق كتير مع الزمالك في ان هو يحافظ له على حظوظه اللي هتكون موجوده. طيب الزمالك قبل ما نسيبه بقى وندخل على الوضع بالنسبه له وبالنسبه للترجي التونسي، وبعد كده نخش على الاهلي والوضع بالنسبه له ايه. وجهه نظري الشخصيه ان الترجي التونسي قد يصعد كاول هذه المجموعه، واحفظ الحلقه عندك عشان ربما ترجع لها بعد نهاية مباريات دور المجموعات. أعتقد إن الترجي التونسي هيصعد كأول المجموعة، والمنافسة هتكون ما بين 2. المريخ في اعتقادي هيكون بعيد لأنه لسه هيقابل الزمالك هنا، وفرق المواجهات المباشرة في اعتقادي الزمالك بسهولة ممكن يقدر إن هو يكسب المريخ السوداني على ملعبه في القاهرة، وبالتالي هتبقى فارق المواجهات المباشرة بينهم هما الاثنين. إذا المنافس التقليدي أو الطبيعي اللي هيكون للزمالك على المقعد الثاني في هذه المجموعة هو شباب بلوزداد، والزمالك خسر قدامه 0-1 في القاهرة، عشان كده خدمته نتيجة المريخ السوداني. لأني أعتقد إن الزمالك حتى لو قدر إن هو يفوز على شباب بلوزداد في الجزائر، أعتقد هيبقى فيه صعوبة إنه يفوز عليه بفارق أكتر من هدف، لأن معيار اللجوء إلى المواجهات المباشرة ما بين الفريقين هو المعيار رقم 1 في تحديد الفريق اللي هيطلع الدور اللي بعد كده. طب الزمالك محتاج ايه؟ في اعتقادي الشخصي كل اللي اتفرج على الترجي التونسي وعلى المريخ السوداني وعلى شباب بلوزداد يشعر ان هم اقل من ان الزمالك يظهر قدامهم بالشكل الغريب اللي شفناه في مباراتين خاضهم الزمالك في دور المجموعات. الزمالك مش محتاج اكتر من ان هو يستخدم عنصرين، وعنصرين مهمين جدا، منهم عنصر فني وعنصر غير فني. العنصر الفني انه محتاج لعيبته يكونوا مركزين جدا 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 على المستوى الدفاعي، واول حاجه تفكر فيها في هذه المباراه انك ما تستقبلش اهداف وبعد كده تفكر في انك تسجل هدف. هتنزل مستعجل علشان الهدف، هجمات المرتده للترجي التونسي في منتهى الخطوره، هيجي فيك جول، هتبقى القصه اتصعبت بالنسبه لك. ده السبب الفني.
كمان برضو من ضمن السبب الفني ده عايز اقول لك ان فريرا الجيم ده مش جيم تأليف خالص بالنسبه له، لان تو بي اور نوت تو بي ده شعار الزمالك في هذه المباراه، فالقصه مش هتتحمل تأليفات جيسوالدو فريرا في حاجه. العنصر الغير فني هو ان اللعيبه تشعر بقيمه وحماس ورغبه الجماهير في بطوله دوري ابطال افريقيا وبقيمه التيشيرت اللي هم بيمثلوه. اعتقد ده هيديهم باور كبير، لو الباور ده موجود هتكسب الترجي ان شاء الله بمنتهى السهوله، مش هيبقى عندك اي مشكله. نروح بقى للاهلي، وزي ما اتكلمنا على المنافس التقليدي للزمالك في المجموعه دي وهو شباب بلوزداد، اقدر اقول لك ان بخساره الاهلي، طبعا كلكم عارفين ان الاهلي عنده افضليه وحيده في ان هو ما لعبش غير مباراه وحيده فقط، دي مباراه مؤجله امام القطن الكاميروني اللي في اعتقادي الشخصي هيبقى حصلت هذه المجموعه، ومش عايزين نلجا لمعيار هقول لك عليه كمان شويه ممكن يوقع النادي الاهلي في مشكله. ايه هي؟ دلوقتي المنافس للنادي الاهلي في اعتقادي ما هوش اصبح سان داونز خالص، سان داونز مش موجود ليه؟ لان سان داونز كده كده بالنسبه له اعتقد ان المباراه اللي هتكون مع الاهلي في ملعبه بنسبه كبيره جدا يقدر انه يكسب منها، يبقى اذا الاهلي محتاج انه يحصل على ايه؟ يحصل على 4 نقاط، يفوز على سان داونز في لقاء الغد ويتعادل معاه هناك ما يخسرش منه، لان خلي بالك ان منافس الاهلي في هذه المجموعه مش سان داونز اللي زي ما توقعت لك في مجموعه الزمالك ان الزمالك هيوصل كصاحب مركز ثاني ان وصل يعني، والترجي كصاحب مركز اول. نفس الحال المره دي بكلمك في مجموعه الاهلي ان سان داونز في الغالب هو اللي هيتصدر هذه المجموعه، والمنافسه هتكون ما بين الاهلي والهلال السوداني، فمش عايزك تفكر في سان داونز، تفكر في الهلال السوداني، لانك هتلجا لمعيار النتائج المباشره ما بين الاثنين. صحيح الاهلي خسر بنتيجه 1-0 فقط، واعتقد ان سهله جدا على لعيبه الاهلي تيجي للمستوى اللي شفته للهلال السوداني، ما هوش فرقه قويه جدا، لكن الضربات الثابته خلص مع الاهلي 3 نقاط بضربات ثابته، والنهارده خلص ايضا مع القطن الكاميروني بضربه ثابته وبتسديده من خارج منطقه ال 18، فاعتقد ان الاهلي سهل جدا انه يفوز على الهلال السوداني هنا، لكن الازمه هنا المشكله في مباراه مهمه جدا. عدي الخطوه دي، صحيح انا مش عايزك تفكر لقدام شويه، لكن انا بحسب معاك كل الحسابات اللي ممكن انها تيجي في دماغك. فكر في لقاء سان داونز هنا انك انت تقدر تقتنص منه 3 نقاط وتتعادل هناك، او حتى لو حصل ان في خساره مفيش مشكله، بس انا عايزك تركز وتفتكر الكلام ده كويس قوي، ان في مباراه هتبقى غايه في الصعوبه على النادي الاهلي، وهي مباراه القطن الكاميروني. النهارده اللي تابع مباراه القطن الكاميروني على ملعبه مع الهلال السوداني متعود الهلال على درجه الحراره العاليه المرتفعه جدا اللي وصلت ل 38 درجه مئويه، احنا مش متعودين على الكلام ده، وارتفاع نسب الرطوبه العاليه، فاعتقد ان المباراه تبقى مباراه فاصله ومباراه مهمه جدا.